هل الأقباط هم المسيحيين بس؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده عايزة أقول لكم إن دايما كان شاغلني المسميات اللي مش واضحة في مصرنا الجميلة. يعني ليه جامعة القاهرة اسمها كده رغم إنها في الجيزة؟ وليه جامعة عين شمس اسمها كده برغم إنها في العباسية؟ وليه مقر النادي الأهلي في جزيرة الزمالك؟ المهم إني عمري ما لقيت إجابة للأسئلة دي، اللي هو يا عم مشيها كده، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا وأجدادنا، هم سموها كده يبقى أكيد هم أدرى مننا. بس كان في بقى مسمى شاغلني جدا ودايما كنت بفكر فيه وقلت لازم ألاقي له إجابة. ليه المسيحيين المصريين بيتقال عليهم أقباط؟ ليه ما يتقالش عليهم مسيحيين بس؟ المسلمين المصريين بيتقال عليهم مسلمين بس، مالهمش مسمى تاني. قعدت افكر كده مع نفسي واقول ما ممكن كلمه اقباط كلمه من الديانه المسيحيه مثلا، فكانك بتقول دول مسيحيين بس بمسمى تاني. وبعدين قلت طب انا احير نفسي ليه؟ فرحت فاتحه مولانا جوجل وسالته يعني ايه اقباط يا مولانا؟ انت اللي هتجيب النهيه كالعاده. المهم خلق جوجل ما كدبش خبر، ولقيته بيقول ان الاقباط دول سكان وادي النيل المصريين، وان ده الاسم اللي العرب كانوا بيطلقوه على سكان مصر. طب يا مستر جوجل هل الاقباط هم المسيحيين؟ قال لك لا، لفظ قبط بيدل على اهل مصر عامه دون ان يكون للمعتقد الديني اثر على ذلك. يعني قبطي مصري بغض النظر عن دينه ايه، يهودي بقى مسيحي مسلم، طالما مصري فهو قبط. بالظبط كده يا فندم. طب انا ليه مش بيتقال عليا قبطيه؟ اكونش هنديه وانا مش واخده بالي؟ قعدت ادور تاني للاسم ارتبط بالمسيحيين بس. قال لك لان المسيحيه كانت ديانه سائده وقت دخول العرب مصر، فساعتها لما بيقول قبطي يقصد بيه المسيحي المصري كنوع من التمييز عن العرب المسلمين، زي ما بيقول فلان ده سعودي وده مغربي وده شامي. برضه مش مقتنع، قعدت اسرش تاني على معنى الكلمه، وكل النتائج البحثيه ان كلمه قبطي مش معناها مسيحي وانما معناها مصري. فقلت هسال الذكاء الاصطناعي، ده سقف التكنولوجيا يا معلم وهيحسم لنا الجدل ده. الاخوه بقى في شات جي بي تي ما كدبوش خبر الصراحه وفهموني بالراحه. قالوا لي مش مثلا المغاربه بيتقال عليهم امازيغ؟ حصل. وسكان الجزيره العربيه بيتقال عليهم العرب؟ برضه حصل. بنفس المنطق ده المصريين بيتقال عليهم اقباط. سهله اهي. فالاقباط يا ست الكل هي عرقيه مش ديانه. تمام جدا. وضحت كده. فانا قلت يمكن المصريين المسلمين احفاد المهاجرين العرب عشان كده بيتقال عليهم اقباط. طيب نشوف الازهر رايه ايه في الموضوع ده. فلقيت واحد من كبار العلماء الازهر وهو الدكتور محمد المسير بيقول ان المصريين سواء مسلمين او مسيحيين الاثنين اقباط. ازاي الكلام ده يا دكتور محمد؟ فالدكتور محمد قال زي الناس ببساطه، عمرو بن العاص لما دخل مصر كان جيشه شاكب راكب كده على بعضه 4000 واحد، لكن عدد سكان مصر وقتها كان حوالي 4 مليون. فلو افترضنا ان 4000 استقروا في مصر، هل بعد 1400 سنه هيبقوا 100 مليون؟ اكيد لا. لكن 4 مليون بعد 1400 سنه منطقي النهارده يبقوا اكتر من 100 مليون. والله كلام منطقي يا دكتور. اذا كان عدد سكان السعوديه النهارده من غير الوافدين 18 مليون، فالعرب اللي جم من هناك هيتكاثروا في مصر اكتر من بلدهم؟ يعني هو احنا كرمه بس مش للدرجه دي. طيب سؤال تاني معلش، ال 4 مليون دولت كانوا كلهم مسيحيين؟ ليه النهارده عدد المسلمين اكبر؟ فالدكتور محمد قال لان في مصريين كتير دخلوا الاسلام وفي مصريين فضلوا على المسيحيه، فسواء دول او دول فالاثنين من العرق القبطي. والمصريين المسلمين اجدادهم كانوا مسيحيين واسلموا، وعشان كده بيقول ان اي مصري هو قبطي. تمام يا دكتور، وضحت الرؤيه وظهر الهلال. قلت برضو نشوف راي المسيحيين في الموضوع ده، هل بيشوفوا برضو ان المسلمين اقباط ولا احفاد المهاجرين العرب؟ المهم لقيت شخصيه مصريه مسيحيه مهمه جدا، واحد اسمه مرقس باشا سميكه، وده مش حد عادي، ده كان عضو في مجلس شورى القوانين ومجلس الاثريين في لندن ومناصب كتيره تانية. الاهم من ده كله ان هو مؤسس المتحف القبطي في مصر، وشغله الشاغل طول حياته دراسه تاريخ المسيحيه والاقباط. المهم عمك مرقس باشا ده اثناء خطاب لي للطلبه المصريين قال لهم بالنص كده كلكم اقباط، في منكم اقباط مسلمين وفي منكم اقباط مسيحيين، لكن كلكم احفاد المصريين القدماء. بعد كل ده فضلت افكر برضه، طب هي كلمه اقباط دي جت منين؟ دماغي مش عايزه تبطل تفكير، فرحت فاتحه القواميس والمعاجم وهاتك يا تدوير. لقيت نظريات كتير لاصل الكلمه، بس اكتر حاجه لقيتها مقنعه بالنسبه لي ان مصر زمان ايام الفراعنه كان اسمها كامت، تكتب وتنطق كامت، بس العرب كانوا بينطقوها بلهجتهم فكانوا بيقولوا جب، ومن جبت جت قبط او اقباط. منطقي، يعني قبطي هي الكامتي، ولكن مصر اصلا اسم عربي من الامصار. وهنا اكتشفت ان كلمه الاقباط استمرار لاسم مصر القديم كامت بس مع شويه تحويش. المهم رحله البحث دي خلتني ارجع تاني للمسميات اللي مش مفهومه، زي ليه جامعه القاهره في الجيزه وليه نادي الاهلي في الزمالك. فقلت نفتح القوس ونحط جنبهم وليه المسيحيين اسمهم اقباط مع ان مصري هو قبطي. اللي اكتشفته بقى بعد ده كله انها عاده مصريه اصيله، المسميات عندنا تبقى مش واضحه، فعشان كده انا بعرف نفسي اني قبطيه مسلمه.